لان هم لقوا في بيراميدز اللي مش لاقينه في الزمالك. لاقين الزمالك بقاله سنين مش عارف ياخد بطوله، لقوا بيراميدز النهارده تاني بطوله ياخدها من 2018، ما خدش الا كاس مصر السنه اللي فاتت، والسنه دي هوت ايه؟ البطوله الافريقيه، كاس الاميره. طب يوم الخميس الجاي في كاس مصر، يا ترى جماهير الزمالك برضه هتساندوا بيراميدز ولا هتقولوا خلاص يا بيراميدز بقى كفايه عليك كده وهنشجع فرقتنا؟ ولا نصكم هيروح يشجع بيراميدز برضه؟ ما بيراميدز مش لاقي حد يشجعه. بيراميدز النهارده في الماتش، خد مني المعلومه ودور ورايا، النهارده ما كانش في حاجه اسمها بيع تذاكر. امال اللي كان عايز يخش ازاي؟ لا التذاكر كانت بتتوزع دعاوي. يعني ايه دعاوي؟ اتفقوا مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا نوزع التذاكر ديت على مراكز الشباب وعلى النوادي دعاوي. يعني ادي لصحفيين معينين، ادي للاعضاء في النادي، ادي للحبايب والمعارف، بس المهم التيشيرت اللي هو السماوي بتاع بيراميدز وتشجع وتقول بيراميدز، ها؟ عشان خاطر بعد كده لما يكون في مطوشه نجيبك يا راجل. يعني ما كانش فيه بيع تذاكر، والله ما كان فيه. النهارده كان دعاوي لان بيراميدز مش لاقي حد يشجعه، وطالما فرقه مش لاقي حد يشجعها خلاص نبقى دعاوي وبالحب وكده. طب نجيب جماهير الزمالك، ما كده كده جماهير الزمالك رايحه، ما هم خلاص هيشجعوا بيراميدز لان هم بيشجعوا بيراميدز عشان لقوا في بيراميدز اللي هم مش لاقينه في الزمالك. لاقيين الزمالك لا حول ولا قوه بيضيع. طب مين اللي يقف قدام النادي الاهلي؟ خلاص هو دلوقتي بيراميدز عشان خاطر فلوس وسكواد ولعيبه وكده، خلاص خلينا مع بيراميدز. طب خليكم مع بيراميدز بس هتضيعوا الزمالك وافتكروا كلامي، هتوصلوا لمرحله هتنسوا الزمالك خالص. هيبقى الزمالك زي الاسماعيلي زي غزل المحله وعلي العوض في الزمالك، وهتقولوا فعلا كلامي طلع صح. طول ما فرقه ملهاش جمهور انسى اللي هي تكمل.